Is there someone inside you? Sometimes. Who is it? I don't know. Is it Captain Howdy? في افلام بنتفرج عليها وننسى، وفي فيلم من اول دقيقة فيه بيخترق اعصابك ويفضل محفور في دماغك لسنين طويلة. الفيلم ده مش بس هيخوفك، ده غير مفهوم الرعب في تاريخ السينما كلها. النهاردة هكلمكم عن واحد من اعظم افلام الرعب اللي نزلت في تاريخ السينما. الفيلم اللي لما اتعرض لأول مرة الناس خرجت من السينما منهارة حرفيا، وفي اللي تعب نفسيا وفي اللي اغمى عليه من كتر الرعب اللي شافه. ده مش فيلم رعب عادي، ده فيلم The Exorcist. وهقول لكم ايه الاسباب المنطقية اللي خلتني احط الفيلم ده ضمن قائمة ال10 من 10. بس اهم حاجة عشان ما اضيعش وقتكم ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. How do you go about getting an exorcism? I beg your pardon? I'm Damien Karras. I'd like to help you. الفيلم من إخراج ويليام فريدكين، واحد من أشهر مخرجي السينما في السبعينات أو في العصر بتاع السبعينات، وده من أهم أسباب شهرته الواسعة في الوقت ده. الفيلم وقت ما نزل سنة 1973 عمل ضجة كبيرة جدا في السينما في الوقت ده، والأول مرة فيلم رعب بيترشح للأوسكار كأفضل فيلم، وده كان شيء غير مسبوق في الوقت ده. الفيلم فاز بجائزتين أوسكار كأفضل صوت وكأفضل سيناريو مقتبس، ده غير ان الفيلم اترشح ل8 جوائز أوسكار كمان، منهم أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل ممثل مساعد. الفيلم كمان كسب 4 جوائز جولدن جلوب كأفضل فيلم درامي، كأفضل مخرج، كأفضل ممثلة مساعدة وأفضل سيناريو مقتبس. I believe we should begin. Avoid conversations with the demon. The demon is a... الفيلم ده كان ميزانيته 11 مليون دولار وعمل أرباح عدت 442 مليون دولار، وبالمناسبة الرقم ده كبير جدا لحد وقتنا هذا. الفيلم ما كانش بس مرعب، ده كان ثورة سينمائية خلت الناس تبص لأفلام الرعب بطريقة مختلفة تماما، ومن ساعتها بقى علامة في تاريخ السينما. تفتكر ايه ممكن يحصل لو جسمك بقى ساحة حرب بين روحك وشيطان بيحاول يمتلكك؟ في بيت عادي في ولاية واشنطن طفلة بريئة بتبدأ تتصرف تصرفات غريبة جدا، بتتكلم بأصوات مش صوتها، بتبدأ تعمل حركات جسدية غير مفهومة إطلاقا ومفيش أي جسم بني آدم يقدر يعملها، بتقول كلام يخلي جسمك يتجمد. البنت كمان بدأت تتكلم مرة واحدة بلغات جديدة زي الألمانية واللاتينية، والغريب إنها كان عمرها ما اتكلمت اللغات دي قبل كده. الأم ممثلة مشهورة بتحاول تلاقي تفسير منطقي للي بيحصل لبنتها ده، بدأت تلف بيها لدكاترة وأطباء نفسيين، بس كلهم وقفوا عاجزين عن الحالة المرضية الغريبة اللي بتمر بيها البنت الصغيرة دي، لحد ما بيقولوا لها الكلمة اللي قلبت حياتها كلها، وهي إن بنتك ممكن تكون ممسوسة. هنا بيدخل كاهن شاب متردد بينه وبين إيمانه مسافة، وبيتحط في اختبار عمره لما بيطلب منه يعمل جلسة طرد أرواح شريرة مع كاهن كبير متمرس، وده كله في مواجهة مباشرة مع قوة شيطانية قديمة وقاتلة. البيت كله بيتحول حرفيا لساحة معركة بين الإيمان والجنون والرعب اللي ملوش تفسير، وساعات من الصراخ والتحليق والعنف. فيلم The Exorcist مش مجرد فيلم رعب عادي، ده تجربة نفسية مرعبة حرفيا بمعنى الكلمة. بالمناسبة القصة دي كانت رواية للكاتب ويليام بيتر، وهي رواية مستمدة من قصة حقيقية حصلت بالفعل. الكاتب ويليام بيتر اللي كتب الرواية والسيناريو استلهم القصة من حادثة حقيقية حصلت في أمريكا سنة 1949، ودي كانت عن طفل صغير مش بنت، واتقال وقتها ان اتلبس من روح شريرة وعملوا له جلسات طرد الارواح على ايد قساوسة من الكنيسة الكاثوليكية. القصة كانت مشهورة جدا وقتها وانتشرت في الجرايد، بس في الوقت ده ما كانش فيه اي حد يقدر يأكد الكلام اللي حصل في القصة ده.
وده بسبب ان الكنيسة في الوقت ده ما كانتش بتحب ان هي تنشر معلومات عن الحالات المرضية دي بشكل علني. الكاتب خد القصة وعملها بلمسة درامية مرعبة، وغير الشخصية الرئيسية من ولد لبنت، وزود الأجواء المرعبة اللي خلت الفيلم بالشكل المرعب ده. لما الفيلم اتعرض لأول مرة في السينما ما كانش مجرد فيلم رعب عادي، دي كانت أزمة رعب جماعية في السينما. ناس بالطوابير بتستنى بره السينما وبيقعدوا بالساعات عشان بس يدخلوا يتفرجوا على الفيلم ده، وبعد ما دخلوا ناس بتصرخ جوه القاعة، وناس بيغمى عليهم من المناظر، في اللي جاله نوبات هلع، وفي اللي خرج يجري من نص الفيلم وما رجعش تاني. مستشفيات اتبلغت ان في حالات اغماء موجودة قدام السينما، واطباء نفسيين حذروا ان الفيلم ده ممكن يسبب صدمات نفسية مرعبة. حتى الكنائس وقتها طلعت تحذيرات، في اللي قال ان الفيلم ده بيفتح بوابة للشر، وفي اللي اعتبره إساءة للدين. بس وسط كل الجدل ده الناس كانت بتتفرج عليه ويرجعوا يتفرجوا عليه تاني وتالت. والغريب ان الفيلم ده حصل عليه شائعات بيقولوا ان الفيلم ده ملعون، وان حصل وفيات غريبة وحوادث غريبة جدا لأفراد او طاقم العمل، وده طبعا زود الرعب والهوس حواليه اكتر واكتر. ده غير ان حصل حريق غريب في موقع التصوير في الوقت ده. اثناء التصوير الاستوديوهات اتعرضت لحريق ضخم، بس الحريق حصل في كل اماكن التصوير ما عدا اوضه ريغن، او الاوضه اللي اتلبست فيها ريغن من الشيطان. المطافي قالوا ان هم مش لاقيين تفسير منطقي للي حصل ده، وده خلى المخرج يجيب قصيص حقيقي عشان يبارك للمكان ويخرج الشياطين قبل استئناف التصوير من تاني. ده غير ان حصلت اصابات حقيقيه وسط التصوير، وهي الممثلة إيلين بورستين اللي لعبت دور الأم اتعرضت لإصابة حقيقية في العمود الفقري بسبب مشهد اتشدت فيه بعنف، والصرخة اللي طلعتها في الفيلم كانت حقيقية وتسببت لها في ألم مستمر طول حياتها. ده غير البنت الصغيرة نفسها اللي بتمثل دور ريغن. ريغن اتحطت على سرير ميكانيكي، وده أدى لهزها بعنف لدرجة إنها كسرت العمود الفقري، وتم استخدام اللقطة دي في نهاية الفيلم، وكانت صراختها من الألم الحقيقي. يعني مشاهد الرعب اللي احنا شايفينها في الفيلم كلها كانت مشاهد حقيقية واقعية، والألم اللي هتشوفه في وجوه كل الممثلين ما كانش مجرد تمثيل، ده كان ألم حقيقي. وكل ده زود الإحساس إن الفيلم ده فعلا فيه لعنة. You know what she did? Your canting daughter? ده غير ان في افراد من طاقم العمل نفسه ماتوا بعد تصوير الفيلم بفترة. حوالي 9 اشخاص مرتبطين سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بالفيلم او بطاقم العمل ماتوا في ظروف غامضة اثناء التصوير او كمان بعد التصوير. من ضمنهم اقارب المخرج وبعض الحراس الامنيين اللي كانوا موجودين في الوقت ده. وده خلى الناس تسأل هل فعلا الفيلم ده ملعون ولا كل الحاجات اللي بتحصل دي كانت مجرد صدفة. ده غير ان الفيلم ده اتمنع في دول كتير زي ايرلندا ولبنان وماليزيا، وقالوا عليه فيلم شيطاني ومنعوه تماما، وفي بريطانيا كمان اتشال من السوق بسبب خوفهم على الناس من تأثيره النفسي. حتى الكنيسة الكاثوليكية هجمت على الفيلم وقالوا ان هو بيهين العقيدة، ولكن بالرغم من كل اللي بيحصل ده بقى أسطورة حقيقية في عالم الرعب، وتحول من مجرد فيلم ممنوع للعرض لأكتر فيلم اتكلم عليه الناس كلها. من أول نغمة في الفيلم بتحس إن في حرفيا حاجة غلط. موسيقى بسيطة مرعبة بتزحف على أعصابك بهدوء، والموسيقى دي من تأليف الموسيقار البريطاني مايك أولدفورد، والغريب إن هي ما كانتش متلحنة مخصوص للفيلم ده. المخرج سمعها بالصدفة وهو ماشي، وغريب إن هو طلب إن هي تكون الموسيقى الرئيسية بتاعت الفيلم، ومن ساعتها بقت مرتبطة بعقل أي حد بيتفرج على أفلام رعب. من أجمل الحاجات اللي شفتها في الفيلم هي عنصر التمثيل. القسيس الشاب كارس ما كانش بس بيواجه شيطان، ده كان بيواجه ذنب جواه أكبر من أي كيان خارجي. أمه ماتت وهو كان حاسس بالذنب إنه ما قدرش يساعدها.
والإحساس ده حرفيا كان بياكله من جوه، وده كله انعكس عليه بشكل عبقري أثناء التمثيل. الممثل جيسون ميلر لعب الدور ده لأول مرة في حياته، وبالرغم كده قدم أداء أسطوري بمعنى الكلمة خلاك تتعاطف معاه وسط كل الرعب اللي بنشوفه في الفيلم ده. ده غير الأسطورة الصغيرة ليندا بلير، البنت اللي عندها 12 سنة بس، وقدمت دور الطفلة ريغان اللي بيسيطر عليها الشيطان، وده كله بأداء مرعب وتغيرات في تعبيرات وشها وصوتها وجسمها خلت الناس حرفيا ما تنامش، وترشحت لجائزة الأوسكار لأول مرة. تمثيلها كانت مفاجأة مخيفة، ومن ساعتها بقت أيقونة للرعب النفسي والجسدي في تاريخ السينما. ولو هنتكلم عن التمثيل القوي ما ينفعش ننسى إيلين بورستن، الأم اللي بتعيش كابوس لحظة بلحظة. ما كانتش مجرد بتمثل أم خايفة على بنتها، دي كانت بتمثل إنسانة بتنهار ببطء، بتدور على تفسير منطقي، بتحاول تدور على أي أمل بسيط. وكل ما تروح لدكتور أو كاهن الرعب بيزيد والحيرة بتكبر، لحد ما بيوصل بيها الحال إنها تصدق إن في شيطان حقيقي جوه بنتها. الجميل في تمثيلها إنه مش مبالغ إطلاقا، طبيعي جدا وصادق جدا، تحس كل دمعة خارجة من عينيها طالعة من القلب حرفيا. ده غير ان انا زي ما انا قلت ان هي اتصابت فعليا وقت التصوير، عشان كده تمثيلها اتحسب من اقوى الادوار النسائية في افلام الرعب، وترشحت لجوائز كتير على الدور ده. وفي الاخر سواء صدقت ان في لعنة في الفيلم ده او لا، الفيلم ده فضل محفور في عقل اي حد شاف الفيلم ده لوقتنا هذا، مش بس عشان رعبه، لا كمان عشان الحاجات اللي حصلت في الكواليس، واللي لحد النهاردة محدش لاقي لها تفسير منطقي خالص. ودي كل الأسباب المنطقية اللي خليتنا أقول على الفيلم ده إن هو فعلا يستحق 10 من 10. That thing isn't my daughter. It is he who commands you. The power of Christ compels you. What an excellent day for an exorcism. وبس كده، دي تكون حلقتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيلم ده للناس اللي شافت الفيلم، وهل انا شجعتكم فعلا ان انتوا تشوفوا الفيلم ده ولا لا. وما تنسوش تشوفوا افلام قائمه 10 من 10 كلهم هتلاقوهم موجودين في البلاي ليست الخاصه بافلام 10 من 10. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العيدي، سلام عليكم.